رغيف الحواوشي اللي شايفينه ده مش عاوز رغي كتير، يلا بينا نبدأ على طول. هنجيب 4 بصلات مفرومين في الكبة أو تخرطيهم على إيدك قطع صغيرة أو بالطريقة اللي تعجبك، المهم يكونوا ناعمين. وننزل عليهم ب4 حبات فلفل رومي متقطع أو فلفل سبايسي زي ما تحبوا، ونخلط كل ده مع بعض. سامعين صوت القرمشة ده؟ دول 5 فصوص توم مفرومين، هنهرسهم وننزل بيهم على الخلطة بتاعتنا ونخلط كل ده مع بعض. أنا بحط معلقة ملح واحدة بس انتوا حسب الرغبة، ورشة فلفل أسود، ومعلقة جنزبيل مطحون ناعم، و3 4 معالق كزبرة ناعمة، وكتري منها زي ما تحبي. نعجن كل ده ونخلطه بإيدينا، وننزل عليهم دلوقتي بكيلو لحمة مفرومة أو نص كيلو زي ما تحبوا. نعجنهم كويس تاني عشان كله يبقى نفس الطعم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل بيكم. بعد ما عجننا كويس والخلطة بتاعتنا بقت باللون اللي انتوا شايفينه ده، هنسيبها ترتاح ساعة في التلاجة عشان تبقى طرية معانا وسهلة في الفرد. وانا على الطريقة الاسكندراني بخبز العيش في البيت، ولو حابين الطريقة قولولي في التعليقات. هندهن العيش بالزيت بعد ما استوى وش وظهر، ونحشي العيش باللحمة زي ما انتوا شايفين، وفي طاسة على النار أو صينية مدهونة زيت في الفرن ندخل بالحواوشي بتاعنا ونقلبه وش وظهر لحد ما يستوي ويقرمش بالشكل ده. وياريت تحكولي عن الطعم، وبالهنا والشفا.